شفت يا كابتن احد اللعيبه القدامى اللي انا مش هذكر اسمه طالع يقول لك نيوزيلندا على الله حكايتها وبلجيكا تعادلت معاها و 48 فرقه كاس عالم ضعيف. وحسام حسن وابراهيم حسن لو خدوا كاس، بص بقى، لو خدوا كاس العالم انا مش مقتنع بحسام حسن. ذكرياتك مع ابراهيم وحسام التوأم اللي هم دلوقتي على راس القياده الفنيه لمنتخب مصر. وروح، وخصوصا بقى لما يكون حسام وابراهيم اللي هم اصلا يعني من صغرهم طول عمرهم بيحبوا البلد وبيموتوا مش عايزين يخسروا. ده لو لعبتوا طاوله مش عايز يخسر. الخماسي بيعمل ايه؟ اولا لازم تكسب عشان انت منتخب مصر. ثانيا انك انت تبقى اول المجموعه، ودي ما حصلتش في التاريخ. صعودك نفسه ده انجاز. حاطط على التيشيرت بتاعه علم مصر، على مدرب لمنتخب مصر، على ناس بتلعب باسم الوطن. وازاي ما خدتش فلان وجبت حمزه عبد الكريم؟ ده حمزه عبد الكريم ما لعبش في النادي ده مش. طب النهارده نادي برشلونه هو احد اعظم انديه العالم، النهارده فعل بند الشراء لحمزه عبد الكريم. ازيك بقى؟ اهلا بكم من جديد وحلقه جديده من بودكاست دوله الرياض. عايز اقول الانديه العظيمه عظيمه بمين؟ عظيمه بايه؟ عظيمه اولا بالاشخاص المخلصين، عظيمه وكبيره برجالها المخلصين والاوفياء واللي بتحب النادي وعندها ولاء وانتماء. طبعا في عصر الاحتراف بنشوف مشاهد، يعني كل الغرابه في كل المشاهد اللي احنا بنشوفها في عصر الاحتراف، من عقود فلكيه، من تراشقات ما بين الجماهير، ما بين بعض الاعلاميين اللي بيعملوا احتقانات ما بين الجماهير، حتى اللعيبه القدامى منهم من يعني يخرج علينا عبر الكاميرات وعبر الشاشات ليحلل ويبث الاحتقانات ما بين الجماهير، الابيض والاسمر والاحمر والازرق والاخضر. ولكن لما نيجي نتذكر الانديه العظيمه ازاي بقت عظيمه وازاي بقت كبيره برجالها الاوفياء ونجومها المخلصين. وهنا ضيف النهارده احد رموز آل عرابي، من اخلص، اجمل واروع من اخلص للنادي الاهلي العظيم، هذه القلعه الحمراء اللي اصبحت قلعه عظيمه برجالها المحترمين الاوفياء المخلصين اللي كانوا يعشقوا شعار وتيشيرت النادي الاهلي، ولاء وانتماء غير عادي. لما نتكلم عن آل عرابي يعني الكابتن أسامة عرابي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، واللي صال وجال على المستطيل الاخضر مع الساحره المستديره ما سمعناش مره في تاريخه، لاعبا واداريا ومدربا وكل الاصعده، على كل الاصعده ما شفناش غلطه واحده للكابتن اسامه عرابي. النهارده ايضا لما نيجي نتكلم على الكابتن امين عرابي، كنا واحنا صغيرين زمان كان عندنا موروث او مفهوم بيقول ان تدريب الاطفال والاشبال والناشئين يعني حاجه يعني بسيطه وحاجه يعني سهله. اتضح انه من اصعب المهن في عالم كرة القدم هذه الساحرة المستديرة، وخاصة في التدريب، انك تمرن او تدرب وتطوع وتنشئ طفل صغير على مبادئ معينة وعلى تعاليم وعلى اساسيات كرة القدم. دي من اصعب ما يمكن. معايا النهارده حد من المتخصصين في هذه المساحة اللي دائما وابدا من البراعم للاكاديميات لقطاع الناشئين للدرجة الاولى الممتازة. يعني مفيش مرة شفنا ضيفي العزيز الجليل كابتن امين عرابي اعترض لما النادي الاهلي بيطلبه في اي مكان وفي اي مساحة تخص كرة القدم، سواء البراعم، الناشئين، الأكاديميات. لما كان مدرب عام في يوم ما مع نجم من نجوم النادي الأهلي الكابتن أنور سلامة أحد رموز كرة القدم المصرية،
والقلعه الحمراء، كان مدرب عام في الدوري الممتاز. ويرجع تاني الكابتن امين عرابي من الدوري الممتاز نلاقيه بيمرن اكاديميات، براعم، ناشئين، ما شفناهوش اعترض. هكذا عهدنا آل عرابي. النهارده ضيفي في دولة الرياضة، ودائما وابدا افتخر وشرف لا ادعيه ان يكون ضيفي وضيف دولة الرياضة الكابتن امين عرابي، واحد من النجوم الساحرة المستديرة، واحد من اللي قابلوا بلاء حسنا في عالم كرة القدم، واحد من اللي عشقوا جدران النادي الاهلي وولاء وانتماء، ولا اروع ولا اعظم لآل عرابي كابتن اسامه عرابي. طبعا النهارده معايا الشقيق الاكبر لنجم مصر والنادي الاهلي كابتن امين عرابي، نجم من نجوم الساحره المستديره. بنقول لك الحمد لله على السلامه في دوله الرياضه. اهلا بك يا كابتن جمال، وطبعا انا سعيد جدا جدا بان انا موجود معاكم في وسطيكم في برنامج دولة الرياضة. بس الكلام اللي انت قلته ده كبير عليا قوي وكتير قوي عليا. انا بشكرك طبعا عليه، وانا سعيد مرة تانية بيكم وسعيد بالكاست كله اللي موجود، وان شاء الله تبقى حلقة كويسة وترضي الناس. لكن ما زلت بقول لك ان احنا في النادي الاهلي اي حد فينا النادي الاهلي بيطلبه بنشتغل في اي مكان، واحنا ما عندناش مشكله في النادي الاهلي نبقى اي مكان موجودين فيه. فبشكرك مره تانية على المقدمه الجميله دي الكبيره اللي ما نستحقهاش بهذا يعني الجهد والكفاءه دي كلها، لكن ربنا يكرم ان شاء الله وتبقى حاجه كويسه باذن الله. كابتن، عايز اقول لك ان انا يعني ما يعني شوف انت بتقول ايه، انا بقى اللي بقول لك ده جزء بسيط جدا جدا من حقك، لان انا على مقربه يعني منك ومن الكابتن اسامه عرابي ومن كل النجوم بالساحره المستديره في مصر والوطن العربي. انا من النوع اللي بيراقب شويه وبيبص ويشوف مين النجم، وفي الصالح والطالح في كره القدم، في اللاعب الخلوق والمهذب والمحترم والوفي والمنتمي والعاشق والمبدع واللي بيأدي واللي بيعطي بلا مقابل، وفي اللاعب المتمرد ناكر الجميل ناكر الفضل، غير وفي، غير منتمي، غير مخلص. في الصالح والطالح في كل منظومه يا كابتن امين، مش في النادي الاهلي او في نادي الزمالك بس يعني. ولكن لما نقف عند حاله لآل عرابي، يعني عايز اقول لك ان ده مش كلام انا، ده كلام الاعلام الرياضي، ده كلام المجتمع الرياضي، ده كلام المنظومه الرياضيه، دي رؤيه وعقيده راسخه جوانا ان آل عرابي الناس المهذبه المحترمه الخلوقه الوفيه المنتميه. انا مش عايز يعني اتكلم كتير في الحته دي، لان القاصي والداني يعلم من هو الكابتن امين عرابي ومن هو الكابتن اسامه عرابي. احنا طبعا بنشكرك على الكلام الكبير ده والكلام الجميل ده، ويعني مش عايز اقول لك انا يعني الواحد اتربى ازاي وعاش ازاي. احنا ناس شعبيين، ناس وسطيين، ناس طلعنا من الشارع والحاره والبيت فالتربيه الحمد لله بفضل الوالدين الله يرحمهم ويحسن اليهم يعني. فاعتقد ان كتير جدا من المصريين كده وكتير جدا من المصريين كده، وان شاء الله يعني باذن الله نشوف كمان الاجيال اللي جايه تبقى كده باذن الله، ان شاء الله تبقى حاجه كويسه لمصر يعني. طبعا نتمنى يعني ان الكل يسير او ينتهج نهج النجوم المحترمه امثالك، امثال الكابتن اسامه عرابي. شرفني هنا في دوله الرياضه نجوم ورموز كبيره جدا جدا. مش عايز اذكر اسامي عشان ما انساش حد، ولكن يا كابتن امين النشأة ليها دور كبير قوي، وكلنا بنعرف ان اللي بينشأ في أسوان او النوبة اللي هو يعني اقصى الجنوب بيبقى ليه تيمة وخلق ورحابة صدر غريبة الشكل. وانت وكابتن امين طبعا من الجذور من النوبة يعني الكينج محمد منير، احمد منيب ولا طبعا مش كده؟ الناس اللي احنا حبينا اغاني النوبة. وبالمناسبة دي عشان انا بقى عاشق للفن النوبي بس ما بعرفش اتكلم نوبي. أيوة. انا كنت دايما اضحك على اصحابي واقول لهم هغني لكم نوبي. أيوة. هم مش فاهمين حاجة،
فانا كنت بقول اي حاجه، خدت بالك؟ يعني كمان شويه هستحضر كام جمله كده وابقى اقولهم لك. لا وكانوا يصدقوا ان ده نوبي، هو مش نوبي، خلي بالك. أيوة. فانا بعتمد على ان هم يعني جاهلين مش فاهمين. اه كابتن امين، طبعا كلنا بنتفرج على كاس العالم اكيد. وانا بكلمك امبارح بالليل ما ردتش، وبعد كده رديت قلت لي ان انا كنت بتفرج على الماتشات. حتى رؤيتك او انك انت بتتابع كاس العالم ده جزء من شغلك. بعيد بقى على ان احنا نتكلم عن فنيات كاس العالم، عن ترتيب المجموعات، ترتيب الفرق، حسابات معقدة. كاس عالم ولا اروع ولا اجمل بالنسبة للنتائج. النتائج يا كابتن عايز اقول صدمت ناس كتير جدا جدا، منها الفرق العربية اللي تلقت اهداف بالثلاثة وبالاربعة وبالخمسة يا كابتن. يعني مسألة بعيد عن كده، انت بتتفرج كمتعة انت بتحبها، ولا انت ممكن تتعلم حاجة، جملة معينة، حركة المدرب بيعملها، يعني بتشوف ايه ممكن تقوله في وانت مدير أكاديمية النادي الأهلي فرع الشيخ زايد؟ ممكن انت يعني تستشف او تتعلم حاجة من كأس العالم، وانت عارف يعني طول ما احنا عايشين بنتعلم يعني، وتطبقها في الأكاديمية عندك؟ بص يا كابتن جمال، اول حاجه طبعا كاس العالم ده متعه كل الناس لازم تشاهده ولازم تتفرج عليه، خاصه لما تكون انت متخصص في اللعبه دي وتكون اساس دي لعبتك اللي انت شغال فيها طول عمرك. طبعا احنا بنبص في كاس العالم، النظره بتختلف من واحد قاعد بيتفرج فنيا وواحد قاعد بيتفرج عشان المتعه فقط. احنا التدريب مفهوش كبير، التدريب كل الناس تفضل تتعلم لغايه لما يتوفاها الله. ملوش اخر يعني. ملوش اخر التدريب. وما كنتش انت كل يوم هتقعد تتعلم وكل يوم هتقعد تتفرج، مش على كاس العالم بس، على اي مدرب حتى صديق زميل اي حد لازم تتفرج عليه، لانك اكيد هتتعلم منه حاجه. ودي دايما انا بقولها، ودي اتعلمتها زمان من اساتذتنا الكبار الله يرحمه، كابتن مفتي ابراهيم، الدكتور عمرو ابو المجد، الناس اللي اشتغلنا معاهم، كابتن انور سلامه، كابتن شعب شافي، كابتن زيزو. يعني عايز اقول لحضرتك التدريب لازم تتعلم كل حاجه، فما بالك انت بقى في كاس العالم بتتفرج عشان تتعلم طرق لعب، بتتعلم تكتيك جديد، بتتعلم شكل جديد، بتتعلم تحركات جديده. كل ده بيبقى ذاكره وبتخزنها، زائد ان انت بتكتب ورا الفرق دي اللي بتشوفها، الحاجات الحديثه، الحاجات الجديده، عشان تقدر تنقلها من دلوقتي للطفل الصغير، بس ما بتنقلهاش بنفس الجوده ونفس القوه دي. بتبسط الامور وبتبدا تنزل للولد الصغير او الناشئ باقل من المستوى ده، عشان تبدا تعلمه ازاي يتحرك، التحركات الجديده بقت ازاي، الشكل العام، الوظائف المختلفه للمدافعين، الوظائف المختلفه لنص الملعب، المهاجمين، كل ده انت بتكتبه وبتأيده وبتتعلمه عشان تعلمه. مش هنزل بقى اقول للولد اعمل زي اللي كان بيعمله ده امبارح، يعني مودريتش مثلا امبارح، ولا كريستيانو، ولا ميسي، ولا التيم ككل. ببسط له الموضوع وابدا اديهوله واحده واحده، لان ما اقدرش اديله ده كله. لغايه اما هو بيكبر بيتعلم، بياخد خطوات لغايه اما ان شاء الله يوصل للمستوى ده. وده اللي احنا بنأمله في كل شبابنا الصغير وفي كل ناشئيننا الصغيرين، عشان ما يطلعش اللعيب عندنا عشوائي او يطلع بالصدفه. اللي فرق بيننا وبين بعض الدول المتقدمه جدا في الكوره، ودي انا شفتها بعناية، يعني لما تيجي تسافر بره بفريق براعم او فريق ناشئين، تلاقيه هو مش فارق معاه النتيجه، تكسبوا 5 تكسبوا 6، وانت مثلا تحت 10 سنين، تحت 11 سنه، تحت 12 سنه، ولا في دماغه النتيجه. هو في دماغه بيحفظ اللعيبه واجبات المراكز، التحركات. احنا هنا في مصر بنبقى فرحانين بالنتائج، وكسبت فلان 5 وكسبت فلان 6، مش مهم هو بيلعب ازاي، المهم ان انا اكسب ازاي. ودي اكبر قضيه في مصر بالنسبه للبراعم والناشئين. فاحنا كل يوم بنتعلم وكل يوم بنفكر وكل يوم بنشوف عشان ننقل لاولادنا الصوره دي، عشان باذن الله في القادم نبقى احسن ان شاء الله.
دي المساحه الخاصه بفرجتك للمباريات. طبعا ما بتتفرجش بقى واحد قاعد بيتفرج وخلاص ومش فارق معاه اي حاجه، لكن انت بتتفرج عشان تلقط جمله معينه تكتيكيه، تلقط مش عارف طبعا. ايه، تلقط ايه. فده كويس قوي، وحتى وانت بتتفرج على الماتش ده بتعتبره جزء من شغلك يعني. اكيد. كابتن امين، لما رحنا كاس العالم، وانا عايز اقول ان في ارقام اتعملت جديده خالص، منها مثلا انت اول مره تكسب في كاس العالم. على سبيل المثال الحصر مثلا ان الجون بتاع الكابتن مجدي عبد الغني، يعني طبعا. كان يعني طالع في التلفزيون قريب، وانا قلت الكلام ده قبل كده، ان هو بيقول لك الجون بتاعي يفرق عن جون امام عاشور. كان بس يعني احنا حرزنا هدف واحد في مباراه بلجيكا، فاتت الرياح بما لا يشتهي الكابتن مجدي عبد الغني في مباراه نيوزيلندا والمنتخب مصر. طبعا شفنا الجون الاولاني زيكو، ايوه. الجون الثاني محمد صلاح، الجون الثالث تريزيجيه وهو نازل اخر 5 دقائق تقريبا او 10 دقائق يعني، بالوقت الضايع طبعا يعني. كابتن امين، الارقام القياسيه او الارقام اللي اتكسرت بقى يعني، اولا محمد صلاح 3 اهداف عشان كانت الرقم المسجل باسم الكابتن عبد الرحمن فوزي الله يرحمه سنه 34 كان هدفين. النهارده عندك لاعب مصري احرز 3 اهداف. ايه تاني مثلا يعني احنا احنا اول مره يحصل لنا في التاريخ يعني. اهو ده اول مكسب في كاس عالم، اول مكسب، اول مكسب. واول مره وصول للدور اللي بعده حتى لو توالت، حتى لو اي حاجه. احنا طلعنا الدور اللي بعده، عمرنا ما صعدنا للدور يعني المراحل التمهيديه وبعدين الدور اللي بعده. فدي اول مره. بص يا كابتن جمال، هو احنا طبعا منتخب مصر ده حاجه كبيره جدا وشيء عظيم، وكلنا مع كابتن حسام حسن عمل طفره في كاس العالم وفي الماتشات الوديه اللي قبل كاس العالم. ده شيء جميل جدا، وان شاء الله نوصل لابعد حاجه في كاس العالم. ده اللي كلنا بنتمناه، وكلنا بنقول يا رب نوصل لابعد حاجه. نعم. لكن مش عايزين الكلام ده ياخدنا لسكه ان احنا نبقى النشوه عندنا والفرحه زياده قوي. طموح، معلش. طبعا يعني يبقى حقنا وحق انت تقصد يا كابتن امين وانت في نجوم في فرق عظيمه في طبعا البطوله، زي الارجنتين، البرازيل، انجلترا، النرويج عامله نتائج ولا اروع. الفرق عندك انت ميسي برضو والبرتغال، يعني مش عايزين سقف طموحنا يعلى قوي لا يعلى سقف الطموح، يعلى زي ما احنا عايزين. يا رب نوصل للي احنا عايزينه. انا بقول على النشوه والفرحه. نعم. ما نبالغش فيها قوي، وحتى في الحزن ما نحزنش قوي. دي كرة قدم، اكيد فيها غالب ومغلوب طبعا، لازم. كويس. لما نيجي نكسب بفضل الجهاز الفني وبفضل اللعيبه والجمهور اللي بيقف ورا اللعيبه، كل ده كلام 100% صح. بس مش عايزين نبالغ قوي عشان ما نصدمش بعد كده لو خرجنا، او نصدم بعد كده لو اتغلبنا. فبتبقى الحزن كبير قوي. يبقى منطقي، انت يعني منطقي مع نفسك. لازم نبقى منطقيين. ولازم نعرف احنا واصلين لفين، ولازم نعرف احنا بنلعب مع مين، ولازم نعرف يعني احنا وصلنا للدور الثاني، شيء جميل جدا وانجاز اول مره يتحقق واول مره مكسب. بس انت لما تيجي تبص للحقيقه دلوقتي 48 فرقه، احنا الاول كنا بنخش في دور ال 32 على طول. 48 فرقه. انا في اعتقادي ان كاس العالم لسه ما بدأش. كاس العالم هيبدأ من الدور اللي جاي، خصوصا بعد. ليه بقى؟ الفرق هتتصنف وتتصفى. في فرق مع احترامي الشديد جدا ليها دخلت دور كتير 48. لا مش فرق مفروض تروح كاس عالم. زي لا مش بدون ذكر اسماء فرق. لا يعني ما في فرق، مش عارف فرقه اسمها كورسو ولا كوارسو ولا اللي اتغلبت من المانيا 7. كتير. كوراساو اتغلبت 7 في اول ماتش، ولسه الماتشات اللي جايه. مش كوراساو ده يا كابتن كان بيتباع في الفرن الافرنجي نفطر بيه الصبح، وعشان كده كانوا الالمان. فانا قصدي اقول لك ان لا، احنا دور، انا بالنسبه لي وبالنسبه لاي واحد بتاع كوره، كاس العالم يبدا من الماتشات اللي جايه. كويس. فالحمد لله طبعا ان احنا وصلنا، الحمد لله احنا دخلنا،
خطينا الدور دوت. اول مكسب لينا ومكسب كويس جدا مع فرقه برضو نيوزيلندا، تصنيفهم خلي بالك بعدينا. فانا اللي قصدي اقوله يا رب نفرح على طول ويا رب نكسب على طول، بس مش عايزين نبقى مبالغين قوي. مش عايزين نبقى مبالغين قوي، لان ساعتها الحزن هيبقى شديد قوي. نطمع ونوصل ويا رب نوصل، وانا كابتن حسام والكابتن ابراهيم والجهاز الفني قادرين ان يوصلوا اللعيبه للمرحله اللي بعد دي كمان ان شاء الله باذن الله، بروح اللعيبه والاصرار. وعندنا نجوم كبار في منتخب مصر، صلاح ومرموش وتريزيجيه، كلهم نجوم. يعني الماتشين اللي عملوهم كلهم نجوم فيهم صراحه ما شاء الله. فانا بتمنى ان احنا نوصل الماتش نكسب الماتش اللي جاي باذن الله، يبقى مكسب ومكسب مريح عشان ناخد اول المجموعه. يعني انت شايف ان احنا مباراة ايران مهمة قوي ان احنا نكسبها؟ اكيد. اولا لازم تكسب عشان انت منتخب مصر، يعني تكسب عشان المكسب بالنسبة لك هو جزء من تاريخك الرياضي يعني. طبعا. ثانيا انك انت تبقى اول المجموعة، ودي ما حصلتش في التاريخ. طبعا. انك انت تصعد للدور اللي بعديه وانت اول مجموعة، صعودك نفسه ده انجاز. كونك انك تصعد ازاي بقى ده برضو انجاز اخر، انك انت تبقى اول مجموعة. فان شاء الله احنا يعني في صباح السبت القادم ان شاء الله هيكون مباراة مصر وايران. وانا عايز اقول يا كابتن وجهة نظرك في الفريق الايراني، فريق قوي جدا على فكرة. بص، ماتش ايران انا شايفه يعني من وجهة نظري يبقى اصعب ماتش في المجموعة لاسباب كتير قوي. نمرة واحد، احنا عايزين نكسب عشان نبقى اول المجموعة، عشان نقابل تالت اي مجموعة. تالت ما نعرفش مين هو، بس هيبقى تالت مجموعة. نمرة اتنين، ده تحدي افريقي اسيوي بين مصر وايران. نعم. على قمة الافرو اسيوية زي ما بيقولوا. نعم. نمرة ثلاثة، الاكبر بقى والمشكلة الاكبر، ايران عايزة توصل الدور الثاني. طبعا. هي عندها 2 بونت، فعايزة تكسب عشان توصل الدور اللي بعده. احنا كده كده وصلنا الحمد لله بفضل الله يعني. هي لو كسبت لكن ترتيبنا ايه هتتوقف على مباراة ايران. لو كسبت مصر يا كابتن لا قدر الله هتبقى هي 5 وانت 4. ولو بلجيكا كسبت هتبقى 5. هتبقى انت الثالث. فانا بقول لك ترتيبنا هتوقف على المباراة. فالمباراة دي صعبة جدا لان ليها حسابات كتير جدا. فارجو، وده انا متأكد منه، ان الكابتن حسام لما اللعيبة بعد المباراة اللي فاتت، انسوا الفرحة، فرحنا يوم 2، انسوا الفرحة، عايزين نركز في الماتش اللي جاي، لان ده اهم ماتش في المجموعة على ترتيب المجموعة، على صدارة الافرو اسيوية بالنسبة لنا، على ان احنا نوصل مستريحين باذن الله. فان شاء الله باذن الله نوصل ونكسب، ومكسب يريحنا ان شاء الله. انت شايف الفريق الايراني في الفترة اللي احنا شفناها فيه ولعب مباراتين، كان فريق عنيد وفريق جداً. قوي. عشان كده انت يعني قلت ايه، ان قلت حاجتين مهمين جدا جدا النهارده. اول حاجه ان انت قلت ان كاس العالم لم يبدا بعد. انا من وجهة نظري، وده طبعا يعني انا بقى بعتبره منشط عريض في صدر صحيفه كبيره. كابتن امين عرابي نقطتين، كاس العالم لم يبدا بعد. اذا كنت قلت كده فده عين الخبير وعين المدرب وعين المدير الفني وعين الرياضي الفاهم، خبرات السنين كلها طلعت منك الجملة العظيمة دي، كأس العالم لم يبدأ بعد. ودي حقيقة فعلا. الحاجة التانية انك انت قلت ان اصعب مباراة هياخدها المنتخب المصري هي هتكون بتاعت ايران، لانها عنيدة فعلا. خلي بالك، لان كمان ايران عاملة زينا، بيلعبوا بروح قتالية عالية جدا جدا جدا، ومقاتلين من اول دقيقة لاخر دقيقة. عندهم اللياقة البدنية عالية جدا، عندهم 4-5 لعيبة أقوياء جدا، راس الحربة، السردباك الأشول، أنا ما أعرفش أسمائهم يعني. عندهم واحد في نص الماء، عندهم فرقة ممتازة، عندهم حارس مرمى جيد جدا. فأنا قصدي أقول لك المباراة هتبقى صعبة في كل الأحوال. يعني ناس بتلعبك بروح قتالية عالية، ناس عايزة تكسب، ناس عايزة توصل الدور اللي بعده.
المشاكل اللي حاصله في العالم ما بينهم وبين امريكا وبتاع، وعايزين يثبتوا للعالم ان هم بعيد عن المشاكل دي وفرقه تيم كويس وهنوصل اللي بعده الدور اللي بعده. فعشان كده المباراه من هنا هتيجي صعوبتها. عايز اقول لك ان هم يعني مش عايزين ندخل السياسه في الرياضه، لا ولكن ما ندخلش، لا ولكن ايه، ولكن هم اللعيبه كل ان هم يلعبوا بطوله في امريكا، ومن ايام او قليل شهور مثلا كانت امريكا بتحارب ايران يعني. فهنا اللاعب الايراني بنتكلم هنا في الوطنيه طبعا عنده حوافز ودوافع اكبر. ان انا عايز، انت يعني اذا كنت فاكر نفسك كسبتني في الحرب انا بنتصر في الرياضه. لا انا عايز اقول لك يعني هيبقى عندهم دوافع كبيره جدا 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 جدا. عشان كده هنا المباراه هتبقى صعبه. وخلي بالك الفرقتين هيعملوا حساب بعض قوي. الملعب هتلاقيه مقفول، مش هتلاقي الملعب مفتوح. انت دلوقتي مدير فني منتخب مصر، في اللحظه دي هتبدا المباراه ازاي؟ هتقول لي اللعيبه ايه؟ هل هتبداها بتوازن؟ هتبداها بهدوء؟ هتبداها بامتصاص الفوره اللي داخل بيها الفريق الايراني حاطط في دماغه لازم يكسب عشان يخرجك بره المنافسه ويبقى هو اول مثلا؟ طبعا هتبداها بحرص وحذر شديد. انت كمدير فني وكمدرب في الدوري الممتاز، انت الان مدرب او مدير فني منتخب مصر، هتعمل ايه؟ شوف يا كابتن، اول حاجه لازم يعني الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه اوصلهم ان احنا كده كده وصلنا. يعني العبوا وانتم مطمنين، وعايز المباراه دي تبقى فيها متعه للناس. لكن تكتيكيا لا، لازم ابقى هادي جدا. ايران هتنزل من اول 10 دقائق ربع ساعه ضغطه، عايزه تجيب جول. انت لازم تستهلك نفسهم في الشوط الاولاني، لازم تلعب باريحيه، لازم يبقى الكره في رجلك كتير جدا. هو ما عندوش بديل غير الفوز طبعا. لا ما هو لو تعادل ممكن ما يبقاش، ممكن 3 بونت ما توصلوش. ما بقول لك ما عندوش بديل غير الفوز. ما انا بقول لك نعم. لا، وممكن 3 بونت يوصل، ممكن في مجاميع ما يوصلش فيها ثالث 3 بونت. لكن انا عايز اقول لك لازم اللعيبه تبقى مركزه جدا، هاديه جدا، دفاعيا لازم تبقى قويه جدا، ونفس الشيء العب بتوازن. يعني لما تبقى معايا الكرة لازم اهاجم عشان انا كمان لما احطهم في نص ملعبهم بعيد عن جولي واقدر لو جبت جول هبقى اجيب. وفي نفس الوقت اتقطعت الكرة كلنا تحت الكرة، وكلنا لازم نبقى مركزين، وكلنا لازم ندافع كويس جدا. يعني لا العب بتوازن، دفاع وجول، لا دافع قوي ولا هاجم قوي. لازم يبقى في توازن وفي يعني ايه اريحيه في اللعب. انا اللي هبقى مرتاح اكتر منه. هو كل ما هيمر الوقت كل ما هتبقى العصبيه عنده زادت، التوتر عنده هيزيد. انا بالعكس مش هيبقى عندي توتر، مش هيبقى عندي عصبيه، لان انا كده كده واصل. فدي من النقاط اللي لازم الكابتن حسام يكلمها للعيبه بتاعته ان شاء الله باذن الله. يعني تعتقد ان التكتيك بتاع المباراه اللي هتبدا بيه مش هيكون زي التكتيك بتاع اي مباراه فاتت؟ ده عشان ليها حسابات، كل مباراه ليها حسابات طبعا يعني. طبعا. انت المباراتين اللي فاتوا كنت عايز تنزل عشان تكسب، عشان توصل، تحاول توصل. انت دلوقتي وصلت، الهدف الاولاني اتحقق. انت ليك هدف تاني في المباراه دي، ان انا عايز ابقى الاول ما اخسرش، لكن مش عايز العب على التعادل، يكسب يا ما اخسرش. فلازم العب بتوازن قوي جدا. لازم ابقى بين يعني التيم، بلعب تيم كويس محترم. ايران لازم اعمل حسابها كويس جدا، ما استهونش بفريق ايران طبعا. كابتن امين، شفنا كيروش وهو على راس الاداره الفنيه لغانا وبيحرج واحد من اعظم الفرق في العالم وهي انجلترا بالامس القريب. لا فرقه غانا فرقه محترمه. نعم. وليها اسم وتاريخ. وما تنساش يا كابتن جمال ان غانا تقريبا اغلب اللعيبه عندها محترفين. نعم. بيلعبوا في اوروبا وبيلعبوا. فطبعا كيروش اصل بص خلي بالك، اي مدرب مدى نجاحه وعدم نجاحه بالقماشه اللي معاه. نعم. ويقدر انا عشان اختار فرقه التيم ده لما اختاره هلعب باي طريقه، هلعب مدافع، هلعب مهاجم، هلعب بتوازن.
هو طبعا غانا غير لما كان ماسك منتخب مصر. فغانا فرقه من الاتيام الكويسه ومعروفه في افريقيا ومعروفه في العالم، وعندها لعيبه كتير كلهم محترفين في اوروبا. فبالنسبه لهم الماتش ماتش انجلترا وفرقه كبيره وفرقه عالميه وفرقه من اخترعوا الكوره زي ما حضرتك بتقول. لكن في النهايه الند للند في المباراه. يمكن هو اخر ربع ساعه اللي بدا يلعب مدافع بكثافه عشان ما يجيش في جول. فطبعا لا يعني مبروك لغانا ومبروك وصولها للدور الثاني، هي كده كده وصلت طبعا برضو. وكروش طبعا اكيد حقق الهدف اللي هو عاوزه، لانه برضو المباراه الاولانيه كسب بنما. ورغم ان بنما بصراحه انا اتفرجت على بنما المباراتين، اتغلبوا مباراتين لا يستحقوا الهزيمه. في مباراه غانا جابت الجول في الدقيقه 4 من الوقت الضايع بهجمه مرتده، وكانوا مضغوطين جدا في مباراه بنما. امبارح مع التشيك نفس الشيء، بنما مسيطره على المباراه، توصل للجول كتير جدا، ضيعت اهداف. وتشيك برضو جابوا هدف في الشوط الثاني في الدقيقه حاجه و50، خسروا بيه المباراه. مش معنى ان هم خسروا انها تيم وحش، لكن غانا تيم كويس وكانت في مجموعه قويه جدا بامانه. هتقدر بقى تحكم المباراه اللي جايه على غانا. ليه بقى؟ المباراه اللي جايه مع التشيك، والتشيك عندها نفس مشكله ايران، 2 بونت ولازم تكسب عشان توصل للدور اللي بعده، او 3 بونت، عشان هي اتغلبت الماتش الاولاني من انجلترا وامبارح كسبت. لازم تكسب الماتش اللي جاي او تتعادل على الاقل عشان توصل للدور اللي بعده معاهم مع انجلترا وغانا. فاتمنى الفوز طبعا لغانا، واتمنى ان الفرق الافريقيه كلها والعربيه باذن الله الصعود للدور الثاني.